اللي بيميزنا الصدق والأمانة في محتوانا. إن شاء الله هتتفرجي على الفيديو ده وتقومي على طول تعملي معايا أحلى مولتو أو كرواسون بطريقة سهلة وبسيطة خالص، من غير سمنة ومن غير حليب ومن غير بيض. مكوناته أبسط من البساطة كمان، وطريقته سهلة خالص وطعمه خطير، وبيعمل معاكي ما شاء الله كمية كتير من نص كيلو دقيق. عملت الكمية اللي انتوا شايفينها ومورق من غير برضو فرد كتير. هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن نص كيلو دقيق يا حلوين، وتقدري كمان تضاعفي المقادير. هتعملي معايا أحلى مولتو بالشوكولاتة زي ما ولادنا بيحبوه وبالجبنة. بعد كده هتبطلي تشتريه من بره نهائيا. كفاية بس ريحة المخبوزات في البيت بتفرح الأولاد، وبيبقى ريحتها وطعمها خطير. طبعا اللي بالجبنة أنا عاملة لها حبة البركة علشان تعرفي تفرقيها. هنا معايا زي ربع كوباية مية، ومعايا معلقة خميرة مليانة، ونزلت بمعلقة سكر. هنا بقول لكم مش باخد الباكت كله، باخد نص وبعد كده بقفله عادي، لان طبعا ما تحطيش كيس على نص كيلو دقيق. هنا بقول لكم بالمشبك بتاع الغسيل علشان ما يكبش منك او حاجه. البيكنج باودر او اي اكياس بفتحها بعملها بنفس الطريقه. حبيت اقول لكم المعلومه دي كده. هدوبهم واركنهم على جنب. نص كيلو دقيق متعدد الاستخدامات. نزلت بنص معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من البيكنج باودر. متهيألي كده الموضوع سهل خالص. يعني انا الخميره بتاعتي متاكده منها مفيش ثانيتين ثلاثه يعني بتبدا الفقاعات تظهر كده. نزلت بمعلقه خل، معلقه واحده مش اكتر من معلقه. وبعد كده الدقيق طبعا اكيد نخلاه. هبدا انزل بالدقيق، وتبداي برضو اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. العجين لما تيجي تعجنيه في العموم ما تنزليش بالسوائل كلها مره واحده. انا علشان عارفه المقدار بتاعي وبعجنه على طول، فنزلت مثلا بعلبه زبادي بلدي كبيره و100 جرام من الزبده. هنا الزبده مفعولها سحري في الوصفه دي. وعلى فكره بالمناسبه برضو تقدري على فكره تستخدمي زيت، مفيش اي مشاكل. بس حابه برضو بكل امانه زي ما اتفقنا، الزبده بتختلف عن الزيت. يعني الزيت ممكن ينشفها معاكي، وغير كده مش بيبقى طعمها زي الزبده، علشان نبقوا متفقين. هنا العجينه معايا بعد ما خدمتها زي 10 دقايق. هغطيها. عجينه مش يابسه، لان لو يابسه هتطلع معاكي ناشفه ومش حلوه خالص، ولا هي طريه بتلزق. خير الامور الوسط دايما بقول لكم في المعجنات. وطبعا لو احتجت ميه مع علبه الزبادي اكيد بزود ميه، بس بالتدريج زي ما اتفقنا يا حلوين. وبرده انتوا شفتوا في الاول انا كنت في ميه اللي انا حطيت فيها الخميره. خلي بالكم من الموضوع ده. على فكره انا ما احتاجتش غير الميه اللي انا حطيت فيها الخميره، وعلبه الزبادي البلدي كانت كافيه قوي، وطلعت العجينه معايا بنفس الطريقه. طبعا بعد ما سبتها خمرت خرجت الهواء منها، وبدات كورتها كده. ضروري جدا تخرجي الهواء منها. وبعد كده قسمتها 4 تربع زي ما انتم شايفين، وبعد كده هكورها. ليه 4 تربع؟ بسهل على نفسي علشان في الفرد زي ما اتفقنا ما تبقاش فرد كتير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شايفين بقى الملمس بتاع العجينه؟ لازما تكون عجينه كده ملساء ناعمه خالص. هنا بقى هبدا اقطع معاكم الشوكولاته دي حلوه قوي يا بنات، واللي بيميزها ان هي سكرها مش عالي قوي يجزع كده النفس وانتي بتاكليها، لا سكرها مظبوط. وببدا كده اقطعها. هي محدده نفسها مكعبات. هبدا اقسم الواحده 2، وفيها اقسمها 3 للمولتو اللي هعمله ميني مولتو معاكم اللي هو الصغنطوط ده، علشان مش هاخد القطعه الكبيره. وهعمل معاكم الكبيره، يعني انا هعمل معاكم ال3 احجام. هتشوفوا معايا دلوقتي الطريقه. طبعا ابدا كده امسح البلانشه بتاعتي علشان خاطر الشوكولاته. البلانشه دي انا مخصصاها اصلا للمعجنات في العموم. العجينه معايا ما شاء الله حرفيا كده سهله خالص وسلسه كده في الفرد. قطعت البيتزا بقى او سكينه، بس اكيد طبعا قطعت البيتزا افضل بكتير. وهبدا كده. ده كده الحجم الكبير اللي هعمله معاكم في الاول خالص، اللي هحط له نص مكعب الشوكولاته. صدقوني يا بنات بتبقى هشه وقطنيه وخطيره. بالمناسبه برضو ما ترقيش العجينه زياده عن اللزوم وانت بتفرديها، علشان تكون معاكي كده هشاشه. لما تيجي كده تبرميها طبعا بتقفلي على الشوكولاته علشان لما تدخل الفرن ما تسيحش منك. واللي بيميز الشوكولاته دي صدقوني بتبقى حلوه قوي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اقفل كده. وبعد كده على فكره الطرفين اللي احنا بنقسم كده من الحرف من الاخر دي الفايده منهم او مهمتهم ان انت بتقفلي على الحشوه اللي انت بتحطيها. يعني هم ليهم برضو فايده، مش ان هي حاجه كده بتتعمل وخلاص. وبعد كده بتبداي تروليها كده سهله وبسيطه خالص، وتمطي الجوز من قدام علشان يعمل معاكي الشكل الحلو اللي انتوا شايفينه. صينيه بقى مدهونه بالزيت، وهبدا ارصهم. صينيه الومنيوم. دايما بنوه عن الموضوع ده، بقول بتوزع الحراره كويس جدا. من افضل الصواني اللي تقدري تسوي فيها المخبوزات الصواني الالومنيوم.
متهيألي دي متوفرة في معظم البيوت. هنا بقى معلقة زبدة كده، وبدأت الزبدة هنا معايا مرهمية، اللي هي طرية، ما هيش مش طالعة من التلاجة، بدرجة حرارة المطبخ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ده كده الحجم اللي انا هعمله معاكم. الوصف الحشوة هنا انا هحشيها جبنة، طبعا الحشوات بقى اللي انت بتحبيها. انا كده حشيتها جبنة وحشيت شوكولاتة، اللي ولادك بقى بيفضلوه تقدري. على فكرة كمان بالمناسبة تقدري تحشيها العجوة، بتبقى عجوة كده مع قرفة مع مكعب زبدة كده مع العجوة، بتنقلها معاكي صدقوني في حتة تانية خالص، افيد من الشوكولاتة واحلى من الشوكولاتة كمان للولاد. لما تحطي عليها العجوه. هنا الجبنه اللي انا بستخدمها زي ما اتفقنا جبنه عاديه، جبنه دومتي، مش هتسيح منك ولا حاجه، تختلف عن الجبنه الموزاريلا. هنا بقى يا حلوين اللي انا هعملها معاكم الحجم الصغنطوط خالص، الميني مولتو. الحجم الصغير ده بقى فايدته ان انت كده مع كوبايه قهوه الصبح كده تاكليلك واحده بتبقى خطيره. فهنا بقى اخلص كل الكميه بنفس الطريقه، هسيبها تريح زي 10 دقايق، هتتضاعف معايا. فرن مسخناه درجه حراره 200. المعجنات في العموم بتحب درجة الحرارة تبقى عالية، وتبقي مسخنة الفرن قبلها علشان ما تطلعش ناشفة ومعضمة معاكي كده وتاخد وقت كتير في الفرن. هي تاخد معاكي تلت ساعة في الفرن، بس زي ما اتفقنا فرن تكوني مسخنة قبلها ب10 دقايق، علشان أول ما تشم النار، هي فيها طبعا خميرة وفيها بيكنج باودر تشم النار فهتتضاعف معاكي. هنا بقى ليكي حرية الاختيار، تعملي ميكس ما بين الحليب ومعلقة عسل اسود ومعلقتين من الزيت يدوكي تلميعة، وتبداي تدهني الوش او تعملي صفار بيضة مع الحليب مع فانيليا براحتك. انا هنا ما استخدمتش بيض، وليكي حرية الاختيار. هنا بقى بتفرق بقى وخصوصا ما تدهنيش الوش الا لما تيجي تدخلي الفرن. يعني انا في المرحلة دي خلاص هدخل الفرن. ليه بقى الحركة دي؟ علشان لو دهنتيها وسبتيها فترة بره هتبدأ تبرقع معاكي، اللي هي زي ما بنقول كده بتبقى فيه نقط كده في التسوية، وهي بتاخد اللون الأحمر ما بتبقاش لطيفة خالص. وبكرر عملية الفرشة دي وهي في الفرن مرتين 3 على فكرة لما بتبقى تحت الشواية. يفضل طبعا إن الشواية والفرن يكونوا بيولعوا مع بعض في المخبوزات، بس لو مش بيولع غير يعني تحت لوحده والشواية لوحدها، بعد ما ياخد لون من تحت ولعي الشواية. بس قرري بالنسبة لي مهم جدا الدهنه بالفرشه، وبعد ما يخرج برده ابداي غطيه علشان يفضل طري معاكي، واديله برده تلميعه، هيطلع معاكي احلى كرواسون او ميلتو خطير. اتمنى من الحلوين احلى لايك وشير علشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. معاكم فاتن الجندي يا حلوين، نتقابل في فيديو جديد، اشوفكم على خير، مع الف سلامه.